السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ لو مهتم بالجديد والمفيد في عالم التطبيقات اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد ومفيد في عالم التطبيقات. في القناة عندي اقدر افك التطبيقات الحديثة اللي بتسهل عليك حياتك اليومية والتطبيقات الفيك وكمان التطبيقات الهاكر. النهارده ان شاء الله مع شرح تطبيق جديد واسمه ايفو في بي ان. التطبيق ده مساحته 14 ميجا، محمله اكتر من 500 الف شخص. التطبيق ده من ضمن تطبيقات الفي بي ان اللي بيكون الغرض منها الاستمتاع بانترنت سرعته عالية والوصول للألعاب، وتقدر تلعب ألعاب أونلاين بسرعة عالية، وتقدر تتصفح مواقع محظورة في بلدك. أي موقع اقتصادي، موقع سياسي، موقع رياضي محظور في البلد اللي انت فيها بتقدر تفتحه. تقدر تفتح تطبيقات محظورة في بلدك، تقدر تفتح قنوات على اليوتيوب برضو محظورة في بلدك. كل ده بتقدر تعمله من خلال تطبيقات الفي بي ان. كمان بتقدر ان انت تخفي الاي بي ادريس بتاعك من خلال دخولك على اي شبكة انترنت او شبكة انترنت عامة. محدش بيقدر يعرف ان انت دخلت على الشبكة دي. كمان بتقدر ان انت لو حد عايز يتتبعك او حد عايز يعرف مكانك فين، محدش بيقدر يعرف الحاجة دي، لان ببساطة تطبيقات الفي بي ان بتخليك كأنك فاتح من دولة تانية غير البلد اللي انت فيها. دي مميزات الفي بي ان، والغرض منها ان هي بتديك كل المميزات دي. مشكلة التطبيق ده ان هو بيتضمن اللغة الانجليزية، مفهوش لغة عربية، بالاضافة لان التطبيق بيتضمن اعلانات وبيطلب منك الاشتراك او شراء التطبيق. بس كده ده يعتبر ابسط شرح للتطبيق بالنسبه للمميزات والعيوب. لو عجبك شرح التطبيق يا ريت تدوس لايك للفيديو. لو عايز شرح تطبيق معين يا ريت تسيب لي في الكومنت لو اكتشفت ميزه او عيب للتطبيق في اي تحديث من التحديثات القادمه اكتبها في تعليقات الفيديو. شكرا، سلام عليكم.